السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. موضوع جديد جه في بالي عن النية. طبعا كلنا عارفين النية، فأنا مش هتكلم يعني إيه النية وإمتى أستخدم النية والكلام ده كله. أنا عايز أتكلم المرة دي عن استخدام مختلف للنية. استخدام مختلف للنية إزاي؟ تعالوا نفكر كده مثلا. واحد رئيس دولة عنده عيال، فطلب من عياله دول، فعياله دول سمعوا كلامه، بس سمعوا كلامه وهم في نيتهم إن هم بيسمعوا كلام أبوهم. ادي كده بر الوالدين. تعالوا نتخيل بقى ان هو نفس الطلب ده عياله لما جم ينفذوه كان في نيتهم اتنين. يعني ايه؟ يعني كان في نيتهم طاعة حاكم وطاعة والدين او بر والدين، فخدوا ثوابين. فاحنا ممكن نستغل موضوع النية ان احنا نكتر ثوابنا. طب ما هو مش كل الناس اهاليها حكام. طب تعالوا ننزل في المستوى شوية. انا واحد اتجوزت ورحت بيتي وسبت بيت اهلي، ابويا وامي والدي ووالدتي جم لي زياره، فانا اكيد هكرمهم. انا هكرمهم عشان هم ابويا وامي، ده بر الوالدين، ده مية مية. انا هكرمهم عشان هم ابويا وامي، فده بر والدين. طيب تعالى بقى ايه، نعدل النية شوية. انا هكرمهم عشان هم ابويا وامي وعشان هم ضيوف عندي في البيت، فانا خدت كده ثوابين: اكرام الضيف وبر الوالدين. تعالى مثلا في الزكاة، انت عليك زكاة. احنا رمضان قرب اهو، اللهم بلغنا رمضان. واخر رمضان او في خلال شهر رمضان هيبقى مطلوب منك زكاة الفطر، وساعتها الاوقاف او الافتاء هيطلعوا المقدار بتاع الزكاة قد كذا. ولنفرض مثلا ان هو كيلو رز. حلو كده. طيب الزكاة بتاع اهل بيتك مثلا 4 كيلو رز، فانت جبت 5 كيلو رز تطلعهم زكاة فطر. ليه توقفهم عند زكاة الفطر؟ ما تجيب خمسة، اما تيجي تجيب ال5 كيلو رز دول تقول دول 4 كيلو رز زكاة فطر والباقي صدقة، فانت كده خدت ثوابين: زكاة فطر وصدقة. لو انت ربنا كرمك وموسع عليك وعليك زكاة مال، طلع يعني الفكة دي تجبرها وتبقى في نيتك ان الفكة دي صدقة. يعني زكاة المال اهي والفكة صدقة. فخلينا نستغل النية لصالحنا. ان انا لما يبقى عندي شكل تاني للعبادة اللي انا بعملها، احط النية بتاعت الشكل التاني دي مع النية الاساسية للعبادة، بقوا نيتين بعمل واحد ثوابين. ودي انا بسميها تجارة مع ربنا الصراحة. واسهل تجارة تاجرها التجارة مع ربنا، ان ربنا اسهل حاجة عنده يديك حسنات، بس انت تعمل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك، ولو عدى عنده اي كومنت اكتبه تحت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.